وهنا بقى اخيرا خلصنا اللبخه اللي احنا كنا ملبوخينها دي. نبدأ بقى ان احنا نجهز الشربات كده، لازم يكون على بيات عشان يكون ساقع من التلاجة كده. هنجهز الشربات، هنحتاج 5 كوبايات من السكر. أبدأ ان انا اوزنهم. طبعا احنا عاملين كمية كبيرة، والحبة اللي هيتبقوا يعني من الشربات هنركنهم على جنب كده في التلاجة في برطمان. وأي وقت نكون محتاجين شربات فيه بنبدأ ان احنا نطلعه ونستعمله على طول. احتاجت 5 كوبايات من السكر، وعليهم كمان 2.5 كوبايات من المية، مية عادية من الحنفية. اقلب تقليبه كده، وبعدين نكون مجهزين جنبنا بقى معلقه من العسل الجلوكوز. لو مش موجود العسل الجلوكوز بنستبدلها بمعلقه عسل نحل. العسل الجلوكوز مهم جدا في الشربات، بيدي قوام حلو قوي للشربات بتاعنا يعني. وفي نفس الوقت كده يعني لما بيكون مدي قوام حلو ما بنخليهوش يقعد فترة كبيرة على النار، عكس ان احنا مثلا ممكن ان احنا منحطش على العسل الجلوكوز. بياخد وقت شوية كبير شوية على النار عشان يوصل للقوام اللي احنا عايزينه. لكن لما بنحط معلقة العسل الجلوكوز يعني مش بنسيبه مدة طويلة، حوالي 7 دقايق بالكتير. بنعمل تايمر كده. طبعا هنا بدأ أول ما غلي على طول بدأت إن أنا أوطي درجة الحرارة من عالية لمتوسط. وطبعا لو في أي كتل كده أو سكر خفيف قوي على الطروف كده، بنبدأ إن احنا بس نمسحها كده بفرشة مبلولة من المية، وعشان ما يسكرش مننا خالص لما يقعد. بعد 7 دقايق بقى بدأت ان انا اطفي النار كده، وسبته لما وصل بدرجة حرارة المطبخ، وبدأت ان انا افضيه في بولة بقى، في برطمان، في اي حاجة كده. وبعدين ادخله التلاجة كده، وبعدين بقى ننام بقى. هنا بقى يعني بدأنا يوم جديد. الورد بتاعي بقى حلو زي، بس مش عارفة ليه حصل له كده يعني، والله العظيم زعلانة قوي. انا بموت في حاجة اسمها زرع، بعشق حاجة اسمها زرع. فهنا بدأنا الحمد لله يوم جديد كده، نبدأ ان احنا بس نجهز الفطار كده للولاد عشان يروحوا المكتب. هنا كمان عندي ريحان. شفتوا ايه رأيكم في الفراولة بتاعتي؟ يعني كنت عملت فراولة من كام يوم كده، بدأت الفراولة تحمر كده وبقت حلوة قوي. فهنا كام واحدة كده خضرة. نجهز بقى الفطار للولاد، وبعدين يروحوا المكتب ونشوف بقى البلح الشام بتاعنا. زي ما قلت لكم ان انا عندي اوردر بلح الشام. كل مرة بعمله بالمج ده وبيطلع كمية كبيرة جدا. فالنهاردة هنعمل كمية صغيرة كده بالمج، اللي هو بقى ايه كوباية المية العادية اللي احنا بنشرب بيها يعني. ثواني هجيبها. لكن بس كده اجيب بقى كوباية المية اللي هي موجودة عندنا كلنا. فهنعمل واحدة للدقيق، واحدة للمية والزيت اللي احنا هنعيره. فالبلح الشام المرة دي هنعمله بكمية صغيرة، عشان ايه اللي حابب يعمل يعني بالكوباية اللي زي دي. تمام. دلوقتي ابدأ ان انا اجيب كمية الدقيق بتاعتي واوزن، بس على الميزان اللي هو بالجرامات بيبقى احسن. ده لو احنا مثلا هنعمل اوردر او كده، لكن لو في البيت يعني مش مضطرين ان احنا نوزن. تمام. بس نجيب واحدة ناشفة شوية عشان الدقيق. هنحتاج بقى 2.5 كوبايات من الدقيق. اي كوبايتين عندنا نقدر ان احنا نعمله، بس المهم اهم حاجة ان احنا يعني نخلي مقاس الكوباية كلها هي يعني كل المقادير اللي احنا نستعملها بنفس الكوباية. هنحتاج 2.5 كوبايات من الدقيق. انا قبل كده عملته بالمج اللي انا دايما بعمله، بس بيطلع كمية كبيرة، فاحنا المرة دي يعني مش محتاجين كمية كبيرة. وزي ما قلت لكم لازم نوزن بالجرامات لو هنطلع اوردر، عشان نبقى عارفين احنا بنطلع قد ايه، عشان نبقى دقيقين في الحتة دي.
هنحتاج 2.5 كوباية من الدقيق. احتاجت 370 جرام من الدقيق، اللي هي الكوبايه دي خدت 2.5 كوباية من الدقيق، 370 جرام. هنكتب بس كده عشان ما انساش. كده خلاص بقى، ما عدناش محتاجين الكوبايات دلوقتي، نركنهم بس على جنب دلوقتي، ونبدا ان احنا نوزن سميد البسبوسه. هنشغل بس الميزان كده. وهحتاج كمان 3 معالق من سميد البسبوسه، اللي هو الناعم، اللي هو بتاع البسبوسه اللي مش مضاف له حاجه، اللي هو احنا بنشتريه سايب كده من عند العطار. ونحتاج 3 معالق من سميد البسبوسه، ان هما 55 جرام، يعني 50 جرام. واللي بتدي بقى قرمشه فظيعه للبلح الشام، وبتفضل محافظه افضل فتره ممكنه القرمشه، يعني هما معلقتين من النشا، يعني معلقه حلوه كده نشا الذره، نحط كده معلقتين. طرف في كل حته. احتاجت برضو 52 جرام، يعني 50 جرام. كده خلاص بقى، ما عدناش محتاجين الميزان. على فكرة وصفة البلح الشام دي اصلا يعني هي وصفة تركية مشهورة جدا، بس هي من احلى الوصفات البلح الشام بصراحة، جميلة جدا. نحط كمان رشة ملح صغنونة كده، وبعدين بقى نبدأ ان احنا نعاير المواد اللي هي السايلة، اللي هو المية والزيت. اقلبهم بس تقليبة كده، وبعدين نركنهم على جنب. النهاردة عندي اوردر لبلح الشام، وفي نفس الوقت يعني ايه، عندنا جلسة كده للتصوير، نصور كبات عشان ننزلها في الجروب، زي ما انا قلت لكم ان انا عملت جروب كده وعملت مشروع صغنون كده. جبت بقى حلة عشان لقيت ان الكسرولة هتبقى صغنونة قوي يعني، فهنبدأ ان احنا نوزن بقى الكمية. هنا بقى يا ولاد الحلة. انا مش عارفة ليه بقول يا ولاد، تقريبا من كتر ان انا بقول للولاد عندي يعني يا ولاد يا ولاد، فخلاص الكلمة دي لزقت فيا. المهم هنا بقى، انا هنا كانوا الولاد ضيعوا المضرب السلك اللي هو السيليكون، فكنت محتاجة ضروري ان انا اعمل وصفة، فللأسف الشديد يعني جرحت الحلة، وانا مقهورة جدا، يعني مقهورة والله قوي. فمحدش يستعمل مضرب السلك، اللي هو السلك اللي هو اسمه ايه ده، اللي هو الستانلس. نبدأ ان احنا نوزن بقى كمية المية بتاعتنا. هنحتاج 2 كوباية مية، نفس الكوباية اللي احنا عايرنا بها الدقيق. بس كده. ونحتاج كمان نص كوباية من الزيت، بس تكون نوعية كويسة، طالما احنا هنطلعها اوردر لازم يكون زيت ذرة، يعني نوعية كويسة جدا. تمام. ده مع اوزن نص كوباية الزيت. نص كوباية من الزيت. واخر حاجة بقى معلقة من السكر كده، سكر ابيض، عشان تبقى العجينة حلوة كده. برفعهم بقى على النار كده واسيبهم بس لما الميه تخش في الغليان يعني تعمل بقبقه كده صغنونه، ما نسيبهاش يعني تغلي قوي، عشان لو سيبناها تغلي قوي نسبه الميه اللي احنا حاطينها هتتبخر، وكده بقى هنلاقي ان العجينه يعني تقيله كده وناشفه. احنا مش عايزين كميه الميه تتبخر. تمام. اول ما تلاقوها ان هي بدات تبقبق كده وخلاص هتغلي بقى وكده، نقوم منزلين كميه الدقيق بتاعتنا. هنا بقى أول ما نوصل للمرحلة دي أبدأ أنزل كمية الدقيق بتاعتي، وبعدين أفضل أقلب كده لحد ما خلاص أتأكد إنه الدقيق اختلط كويس جدا مع المية، وشربت المية كده وكونت معايا عجينة، وفي نفس الوقت مش مكلتلة دقيق كده، أو يعني في كتل دقيق كده مش باينة فيها. هنفضل نعجن فيها كده حوالي 5 دقايق. لو احنا مبتدئين كده واول مرة نعمل البلح الشام، بنشيل خالص الحلة خالص من على النار، ونقلب تقليبة كده بحيث ان كل الدقيق يختلط وتكون عجينة حلوة زي ما انتوا شايفين كده. اول ما نوصل للمرحلة دي نرجع نعلي النار تاني ونخليها من درجة عالية لمتوسطة،
او هادية شوية لو احنا مبتدئين. ماشي، ونفضل نقلب كده حوالي 5 دقايق لحد ما نلاقي آه اسمها ايه دي، قشرة في قاع الحلة كده. ده كده احنا تمام. بنسويها شوية على النار في اللي هو السوا الأولاني. لازم تاخد راحتها كويس جدا على البوتاجاز عشان تبقى يعني لا البلح الشام بتاعتنا مستوية سوا حلو في النص الأولاني والنص التاني، وما تكونش معجنة من جوه وكده. تمام. ابدا انزل بقى كميه البيض بتاعتي وكمان معلقه خل. انا مبدئيا بستعمل يعني على الكميه دي يعني من 6 بيضات ل7 بيضات، ده على حسب حجم البيضة عاملة ازاي. ماشي. فانا بدأت ان انا انزل ب2 الاول، وبعدين هنزل ب2 يعني 4 الاول، اسفة، وبعدين 2 تانيين، وبعدين هشوف بقى اذا كانت العجينة محتاجة معايا ولا لا. انا ما بعايرش خالص كمية البيض لانه دي عندي بيبقى يختلف. فهنشوف العجينة عاملة ازاي معانا، وكمان شوية هنختبرها كده بايدينا، لو لقيناها بتمط كده وبتشد معانا ده احنا كده تمام. طبعا بقى احنا لو عندنا عجانة بنحط كل حاجة في العجانة كده والعجانة بتعجن، او بقى لو احنا مش عندنا العجانة وعجانتكم باظت زي بتاعتي كده فاحنا بنعمل بالمعلقة الخشب احسن. ويستحسن اصلا بايدينا عشان ايدينا كده بتبقى قوية كده على العجينة وبنخلص بسرعة، عكس ما احنا نكون بنعجن بالمعلقة فبتاخد وقت كبير قوي. دلوقتي بقى نبدأ ان احنا نجيب كمية الزيت بتاعتنا. بس اهم حاجة يكون زيت مش غزير قوي ولا خفيف قوي، يعني مش قليل. ماشي، ويكون بارد. واهم حاجة بقى كمان ندهن اسمه ايه ده، القمع، ايوه الكيس الحلواني هو ده. ندهنه دهنة من الزيت كده، وبعدين ايه نبدأ ان احنا نحط الفاها على العجين. لما ندهن دهنة زيت كده في قلب الكيس الحلواني بينزل معانا العجينة بكل سهولة. انا على فكرة حطيت 7 بيضات من البيض. كان البيض بتاعي مش كبير قوي، يعني حجمه متوسط كده، فحطيت 7 بيضات وكمان الفانيليا وكل حاجة. على فكرة احنا عملنا قبل كده البلح الشام في الاول خالص، اول ما فتحت القناة. يعني هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف لو انتوا حابين ايه ان انتوا تشوفوا الفيديو كامل بالشرح منتظم، يعني مش زي فلوج زي ما احنا عاملين كده. تمام. بابدأ إن أنا بقى أعلّي درجة الحرارة خالص، وأول ما ألاقي فقاقيع بدأت كده في الأول خالص، بتلاقوا فقاقيع بدأت تظهر كده حوالين البلح الشام ويطلع كده على الوش، بننزّل درجة الحرارة من عالية لهادية بقى. ماشي. وهنا بقى كنت جايبة شوية مكسرات كده، فكنت عايزة أعرف بس الأسعار كده عشان باخد حبة حاجات. فده كيلو من العين الجمل. كمان بقى الفستق يعني وصل رقم ده اخدت شوية منه كده ب140 جنيه. ده بقى انا كنت استعملت منه شوية كده في اوردر البيوتي فور ده. وكان عندي شوية فستق استعملتهم برضه. كده ما شاء الله اللهم بارك، عامل ازاي شكله تحفة جدا، جامد. عملها كيكة الميكرويف يا جماعة، ونحط عليها صوص من فوق، يعني حلوة قوي. هو احلى حاجة في الكيك ده اصلا ان هو كده كسروا الشوكولاتة كده من على الوش، طبقة البودنج الحلوة. هنا بقى اول ما نحس خلاص ان البلح الشام بقى بدأ ان هو ياخد لون كده احمر وحلو كده، نطلع بقى الشربات بتاعنا ساقع من التلاجة، ونبدأ ان احنا نحطه في بولة كده، يعني حبة صغيرين، ما نخلصش يعني ما نحطش الكمية كلها مرة واحدة عشان ما تبصي مننا. ونبدأ ان احنا اول ما ياخد لون احمر شوية، هو لسه هنا ابيض شوية، انا بحبه واخد لون احمر حلو قوي يعني. فانتوا عايزينه لونه ذهبي شوية طلع. ايه هو هنا اول ما طلع اصفيه كويس جدا من الزيت، واطلع شويه كده احطهم في البوله بتاعه الشربات، واقلب تقليبه حلوه كده
انا ما بحبش ان هو يكون يعني شارب شربات كتير قوي. شوفوا انتوا بتحبوه ازاي. لو انتوا عايزين يشرب شربات كتير قوي من جوه كده سيبوه شويه، يعني ايه، حوالي 3 دقايق كده في الشربات. لكن انا ما بحبش، يا دوب اديله تقليبه كده وبعدين ابدا ايه، ان انا اشيل، يعني ما بكملش دقيقه ونص كمان في الشربات. ماشي. ببدا ان انا اطلعهم بقى في مصفى كده عشان تصفي اي شربات زياده. وشوفوا بقى القرمشه. بس كده بقى برصصه رصة حلوة كده في العلبة بتاعتنا. وبعدين في كام واحدة كده فتحتهم من النص كده وبدأت ان انا احشيهم كريم شانتيه خام، محطتش سكر. وبس كده بألف هنا وشفا لكل اللي هيجربه. وبس كده. يا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، ولو لسه مشتركتوش اشتركوا، واشوفكم في فيديوهات تانية. باي باي.